هاي جايز، كيفكم؟ اهلا فيكم مره ثانيه على قناه اليوتيوب. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا باخر الفيديوهات انا نزلتها وتعبت فيها وانا بعدلها. ترى تعديلها مره رهيب، بياخذ مني زمن. سبسكرايب يا فندم. هذا الفيديو حابين نبارك لاحمد ابو الروب وصبه على زواجهم. المهم كان عرسه حرفيا تقليدي شديد، مو تقليدي شديد، هو كان عرس حلو لكن تحس فيه انه الجانب التقليدي الاردني اكثر من عرس غيث مروان. فكان في اطلالات واجد كبيره بين عرس غيث مروان واحمد ابو الروب، وكان في بعضها كارثيه حرفيا. نعمل فرق بين اطلالات غيث مروان واطلالات اليوتيوبرز في احمد ابو الروب، طبعا نفس الناس. نشوف العرسان اول شيء. بدلة زي ما شايفين هذه الصورة. طبعا الوايت، البدلة الوايت أحلى كتير كثير كثير. فستان حق سارة الاثنين كانوا رهيبين، حرفيا كانوا رهيبين، أبدعوا. أوكي، فستان سارة أحلى من فستان صبا، حتى بدلة غيث أحلى من بدلة أبو الروب. هذا كان في عرسهم. كانوا عاملين ترانزيشن. والله التيك توك واليوتيوب كله ترانزيشن يا جماعة. المهم واو او ماي جاد، فستانها رهيب لكن احسه ما حق اعراس. اوكي، توقعت انه يكون لا اكثر، احسه حق حفلات. هذا الفستان لبسته، لكن تنسيقه وتنظيمه ولبسته زي ما اقول الرسمه حقته اميزنج. ابو الروب طبعا بدلته في كل الاحتفالات، هو واخوه نفس البدلات، يعني يمكن تغير اللون لكن نفس الشيء، بدله عاديه نورمال. لكن فستان صبا حرفيا اطلالاتها تعرف تختار لبس صراحه. نشوف رغد هذه بتلبس لبس فساتين تخبل. رغد كده دايما اطلالاتها حرفيا كل حفله انا بكون مستنيه كيف اطلالاتها حتكون. فهذه الاطلاله كانت رهيبه. الديزاين حق الفستان وايد غريب، مره غريب. اوكي، هو نايس لكن انا حسيت الفستان بتاع ابو الروب احلى، اريق. الالوان فيه نايس لكن الديزاين حق الفستان مو بحلو. شوف نور ستار بتبدع فعلا. لبست فستانين، الفستان الاول كان احمر والثاني ما قادرة اتذكر شو كان اللون حقه، لكن الاحمر اللي نزلت صورته عليه كان ما تعيديها. هو القصة حقته حلوة لكن هذه مو انت يا نور. كان رهيب عجبني، بس القصة من فوق مو بحلوة، لكن الديزاين اللي ورا هذا كلش يخبل. ننتقل لآخر ناس. عندنا سارة زوجة زياد. الفستان اللي لبسته في عرس غيث مروان أنا بعطيه 2 من 10. 2 حرفيا، ما أقدر أتكلم عنه. بس تعال على الفيديو الجاي حيكون حماسي أكثر.